مرحبا يا جماعة. باليومين اللي مروا كثير ناس حكتني انه انت مؤثر وانت الناس بتسمع لك وعندك متابعين وهيك، فانت لازم توصل رسالة ولازم توصل الصورة ولازم. فبناء على هذا الموضوع قررت انه انا عن جد لازم اوصل رسالة ولازم اوصل صورة. بس لمين؟ في حال كان في امل ولو 1% هي الرسالة توصل وهي الصورة توصل وعن جد تكون مؤثر وأثر بالعالم، فرسالتي هي راح تكون للشعب السوري، لأخوتي وأخواتي بالوطن. ما حدا بيقدر أو ما حدا مهتم بأنه يكون ويخلي سوريا أحسن وأفضل غير الشعب السوري، وما حدا بيقدر يخلي سوريا أفضل غير الشعب السوري. لا نصدق انه في اي دولة بالعالم، اي منظمة، اي شخص مش سوري مهتم بانه يشوف سوريا منيحة وسوريا قوية. نحن لما نصير قوايا الكل بيصير بده يرافقنا، بس ما حدا رح يخلينا نصير قوايا ليرافقنا. قولا واحدا، رسالتي للشعب السوري: قوتنا ببعضنا، قوتنا باتحادنا، قوتنا مش بالغريب، لا بدولة جوار ولا بدولة داعمة ولا بمنظمة ولا بأي شيء. قوتنا لما تكون انت وخيك السوري الكتف على الكتف، مع اختلاف الأطياف والمذاهب والأفكار والمعتقدات والقوميات. هي الرسالة إلك كسوري، بغض النظر عن رتبك، بغض النظر عن موقعك بهذا المكان. انت كسوري إذا مهتم بأنك سوري ومهتم بسوريا انه تكون احسن، فهذا الكلام موجه لك. اذا انت برأيك انه عندك شيء اهم من انك تكون سوري واهم من سوريا، فتابع بالشيء اللي عم تعمله واطلع من الفيديو. يا جماعة، نحن هلق بمرحلة جدا جدا صعبة، بتتطلب منا وعي وادراك لخطورة المرحلة اللي نحن فيها، وبتتطلب منا إدراك لقوتنا ولتأثيرنا كأفراد وكشعب سوري على مستقبل سوريا بالعالم وبالمنطقة وباستمرارية سوريا بالدرجة الأولى. نحن هيك عم نخسر سوريا يا جماعة، يا أخواتي. نحن هيك عم نفيق، عم نشوف إنه نحن سوريا عم بتروح من بين إيدينا. الحل الوحيد إنه نحن نحافظ على سوريا هو إنه نحن عن جد نحب بعضنا ونعرف إنه قوتنا ببعضنا. ما بدي وصل رسالتي لأي حدا، ما بدي وصل رسالتي لحدا يجي يحط حد للمشاكل اللي عم بتصير. نحن لازم نحط حد لهي المشاكل من جواتنا. ما بدي تجي دبابة تصف بيني وبين خيي مشان نحن ما نتواجه وما نتقاتل، لأنه هي الدبابة بس خلص مازوطة الدبابة هي نحن رح نقتل بعضنا. إذا ما كان قرار الشعب السوري نابع من الشعب السوري وليس قرار قسري بأنه نحن نحب بعضنا ونكون متعايشين بهذا الوطن، نحن ما حدا بيساعدنا وما حدا رح يأثر فينا صح، وما حدا رح يخلينا نكون أحسن من امبارح. القرار قطعا قولا واحدا بإيدنا. ما في دولة بالعالم شعبها ضعيف وهي قوية، ما في دولة بالعالم شعبها مقسم وهي موحدة، ما في دولة بالعالم عم تتطور وعم تكبر وعم تزدهر والشعب عم بيقتل بعضه. إذا كنت سوري ومهتم إنه تشوف سوريا من أعظم الدول وسوريا إلى مكانتها اللي بتستحقها بالعالم، فلازم يبدأ الموضوع بإنه نحن نحب بعضنا ونكون أقوى ببعضنا، لأنه هي القوة اللي ما رح تخلص، هي القوة اللي ما حدا رح يسلبنا إياها بكبسة زر، هي القوة اللي نحن مش معتمدين فيها على حدا زعل منا فبطل يدعمنا، حدا اختلفت مصالحه معنا فبطل حدا طمع بشيء أكبر منا فتركنا. نحن قوتنا ببعضنا. هذا الكلام موجه لكافة أطياف الشعب السوري. نحن لازم نحب بعضنا يا جماعة، نحن لازم نكون إيد وحدة وصف واحد. نحن بالنهاية في شيء بيجمعنا، شيء ما له توصيف، شيء أنا ما بعرف وصفه، اللي هو سوريا. ما يعني هو شيء أكبر من إنه نوصفه. نحن ليش عم نخلي الاقتتال، وليش عم نخلي اختلافنا بالآراء الفكرية وبالمعتقدات وبالتوجهات
ليش عم نخلي هذا الشيء يأثر علينا، على وحدتنا، على وحدة صفنا؟ طبيعي الاختلاف يكون موجود، ما فينا ننهيه. نحن إذا عم ننهي هذا الاختلاف نحن عم ننهي هذا الخليط اللي هو نحن بنستفيد منه ونحن نكون أقوى. نحن لازم نحط حد لهذا الموضوع، لازم نتقبل بعضنا، لازم نحب بعضنا، لازم نعرف من جواتنا وتكون نيتنا صادقة تجاه بعضنا، ونعطي بعضنا فرصة لحتى نحن نتعايش سوا، لحتى نحن نبني سوريا بالدرجة الأولى. عم حاول احكي هذا الفيديو وأني مجنب عاطفتي تماما. عم احكي هذا الفيديو عم طالع بهذا الفيديو عم احكي بشكل منطقي، بشكل من حدا عن جد همه انه يشوف سوريا كل سوريا بأهم مراتب العالم. ما عم احكي نصرة لحدا، ما عم احكي بناء على شيء، ما عم احكي لخاطب حكومي، وما عم احكي لخاطب دول جوار، كله شايف وكله سامع. عم احكي لخاطبك انت اخي وعزيزي الشعب السوري العظيم. خلينا نحب بعضنا يا جماعة. أنا بحبكم كلكم على اختلاف ألوانكم وعلى اختلافكم. أنا بحبكم. أنا لما أشوف إنك سوري بحسك من أهلي. فأرجو إنه نحن عن جد تكون نظرتنا لبعضنا متبادلة وبهي الطريقة. الرحمة لكل شهداء سوريا، وبتمنى إنه ما عاد نشوف شيء بعد يخلينا نزعل، ما نشوف بعد شق بالصف، ما عاد نشوف سوريا عم ترجع لورا. وإلى لقاء قريب يكون أفضل، تكون سوريا فيه أفضل، ونكون كلياتنا مناح. بحبكن كثير، والله يرحم جميع الشهداء.